النهارده كلنا مستنيين نهائي الكلاسيكو اللي هو نهائي السوبر الاسباني 2022 2023 اللي هيكون بين ريال مدريد وبرشلونه. طبعا المباراه هتقام على الاراضي السعوديه الشقيقه، وده حدث مهم جدا وحاجه بتبين مدى ما وصلت له السعوديه من اهميه في استضافه الاحداث الرياضيه الكبرى، والخليج عامه على فكره. طبعا كلاسيكو ريال مدريد برشلونه مش محتاج ان انا اقول لكم ان احنا كلنا متربيين عليه على ان هو كلاسيكو الارض. اللي طبعا النجوم كلها والدنيا كلها كانت طول عمرها موجوده في انتظار هذا الكلاسيكو. بسرعه، ريال مدريد وصل للنهائي هذه البطولة بالفوز على فالنسيا بركلات الترجيح، وفي نفس الوقت برضه برشلونة فاز على ريال بيتيس بنفس الطريقة بركلات الترجيح. هنشوف بسرعه ايه اللي هيحصل في الكلاسيكو ده. الميعاد بتاع الكلاسيكو النهارده هيبقى ان شاء الله على هيبقى موجود على استاد الملك فهد الدولي في العاصمه السعوديه في الرياض. هتبتدي المباراه الساعه 10 بتوقيت السعوديه، يعني توقيت القاهره هتبقى الساعه 9 مساء. اللي هي عايز يشوف يتفرج على المباراه هتنقلها قنوات الاس اس سي اللي هي قنوات الرياضيه السعوديه، هي اللي واخده حقوق البث. طبعا تقنياتها عاليه جدا واتش دي. في برضو بالنسبه لاهم اخبار برشلونه بيعيش فتره كويسه قوي في على الصعيد الدوري والبطولات المحليه الاسبانيه. ليه؟ برشلونه بيتصدر الدوري الاسباني وفارق عن غريمه التقليدي ريال مدريد بكام؟ بثلاث نقط. طبعا هو مش كتير، لكن اللي يشوف ويتابع الدوري الاسباني والمباريات هيعرف ان دي حاجه كويسه قوي، خاصه ان تشافيز هرنانديز اللي هو المدير الفني لبرشلونه كان بيتعرض لهجوم شرس جدا على الطريقه اللي بيلاعب بيها المباريات، وان برشلونه ما بيقدرش يسيطر على المباريات بالذات في الدقائق الاخيره. يعني حتى لو كان متقدم كنا بنشوفه في الدوري الاسباني بيتعادل، ولو كان متعادل ما بيقدرش يحرز التقدم في اخر المباريات وبيبقى مضغوط جدا جدا جدا. برشلونه بيدخل المباراه في نهائي السوبر بتشكيله كامله، ما عندوش اي اصابات، وده نادر جدا ان احنا نشوف فيه برشلونه خاصه في السنه اللي فاتت دي. فبرشلونه كامل الصفوف هيخوض المباراه. اما ريال مدريد بقى، في شكوك كبيره قوي ان ريال مدريد يقدر ياخد الدوري الاسباني هذا العام. ليه؟ لانه بيفقد الصداره بطريقه غريبه، يعني رغم ان طبعا القوة الكبيرة اللي عليه لعبته، ولكن لما لعب قدام فالنسيا كان منظره ما كانش، يعني الفريق ما كانش كده وحدة واحدة، ما كانش فيه قوة في الأداء. حتى لما وصل لركلات الترجيح وصل شفناه بالصعوبة. يعني فاز، يعني الفوز اللي فازوا ده احنا بنعتبره فوز بالحظ، يعني ركلات الترجيح كلنا عارفينها. حتى كمان للاسف حظه السيء ريال مدريد انه داخل المباراه ديت وعنده اصابات مؤثره، اكتر من اصابه مؤثره. يعني اللاعبين في عندهم ادوارد كامافينجا اللي تعرض لاصابه في مباراه فالنسيا زي ما بنقول. عنده ميليتاو ما تعرفش هل هيلحق المباراه ولا مش هيلحق. مثلا ديفيد ألابا عنده زي ما احنا عارفين عنده إصابة في السمانة. لوكاس فاسكيز عنده في رجله. ادوارد كامافينجا زي ما بنقول عنده كده شبه ارتجاج، يعني حاجه مش اورليان تشومني عنده في السمانه، العضله السمانه. عنده الفارو، خلي بالك عنده الفارو، عنده شد عضلي شديد جدا جدا جدا. دي المشكله اللي بتقابل ريال مدريد. طيب ريال مدريد من المتوقع هيدخل ايه؟ يعني انشيلوتي المدير الفني يا ترى ايه التوقيع التشكيله اللي احنا نتوقعها عندنا في برنامجنا؟ طبعا لا بديل عن حراسه المرمى تيبو كورتوا. خط الدفاع هيبقى، يعني اعتقد ان هو طبعا هيلعب باربعه 3 3، يعني ده اللي انا اتوقعه. يعني خط الدفاع مش هيخرج عن مندي طبعا، وانطونيو روديجر، وناتشو فرنانديز، والتاني وداني كارباخال ده اكيد. نيجي لخط النص، اعتقد توني كروس، لوكا مودريتش لا بديل عن لوكا مودريتش طبعا، وفالفيردي. الهجوم اكيد كريم بنزيما وفينيسيوس جونيور ورودريجو جوس، ده اللي انا اتوقعه. نيجي لبرشلونه، برشلونه هيلعب 4 3 3.
يعني ما فيش كلام اكتر من كده. عايزك تلاحظ بقى طبعا تير شتيجن هيبقى في حراسه المرمى. خط الدفاع طبعا هو كامل. خلوا بالكم ان برشلونه عنده ميزه انه داخل بلاعيبته كاملين، ما عندوش ولا اصابه. عنده جوردي ألابا، اندرياس كريستينس، رونالد اراخو، وكوندي. خط النص هيبقى فرانكي ديونج وبدري وجافي. الهجوم اعتقد طبعا يمكن تكونوا متفقين معايا اعزائي واصدقائي انه هيبقى انسو فاتي وعثمان ديمبلي وروبرت ليفاندوفسكي. خلي بالك ان لما اتقابلوا في نهائي السوبر قبل كده ريال مدريد وبرشلونه، اتقابلوا في 16 مره، يعني هم اتقابلوا 15 ودي هتبقى رقم 16. ريال مدريد فاز في ايه بقى؟ في 9 نهائيات، وبرشلونه فاز ب4 نهائيات وتعادلوا في مباراتين. المباريات النهائيه عامه اللي دايما بيتقابلوا زي ما قلنا كانت النتائج اللي احنا شفناها دي. معرفش توقعاتكم هتبقى ايه. لو حد من اصدقائنا هيتوقع النتيجه يا ريت تكتبها لي في التعليق علشان هننشرها ونشوف مين فينا اللي هيقدر يوصل للتوقع السليم. عايزكم تستمتعوا بكلاسيكو الارض برشلونه ريال مدريد. ما تنساش هيبقى على قناه السعوديه الرياضيه، هيبقى في بتوقيت القاهرة. لو انت في مصر هيبقى الساعة 9، لو حضرتك في السعودية هيبقى الساعة 10 بتوقيت السعودية. شكرا والى اللقاء. طب يا اخويا، لما انت عجباك القناة وهتموت من الفرحة كده، ما تشترك دلوقتي فيها وفعل زر الجرس علشان تشوف الحلقات كاملة وعشان يصلك كل جديد مننا. يلا اشترك الآن وشير وفعل زر الجرس لقناة